السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة قلب الثالثة شمال. انضم أمير القلوب أبو تريكة في عام 2001 لأول مرة إلى منتخب مصر تحت قيادة محمود الجوهري، ولعب كبديل في عدة مباريات، وبعدها خاض بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006 في مصر، والتي لعب فيها دورا حاسما حيث استطاع إحراز هدفين في البطولة، كما ساهم في صناعة هدف الفوز في نصف نهائي البطولة أمام السنغال، بالإضافة إلى إحرازه ركلة الترجيح الأخيرة والتي أعلنت فوز مصر بكأس أفريقيا 2006 للمرة الخامسة في تاريخها. وشارك أبو تريكة أيضا في بطولة أفريقيا غانا 2008، وساهم في إحراز البطولة للمرة الثانية على التوالي، وسجل 4 أهداف احتل بها المركز الثاني في قائمتنا الهدافين، منها هدفه الهام الذي أحرزه في المباراة النهائية ضد الكاميرون بعد تمريرة محمد زيدان السحرية. ثم شارك محمد أبو تريكة في تصفيات كأس العالم 2010 وأحرز 4 أهداف، ولكن فشل في تحقيق حلمه بالتأهل لخوض منافسات مونديال جنوب أفريقيا 2010. وشارك أبو تريكة في نفس العام مع الفراعنة في بطولة كأس العالم للقارات 2009، وشهدت تلك البطولة مستوى خارق من منتخب مصر بشكل عام وأبو تريكة بشكل خاص، حيث استطاع المنتخب المصري إحراز 3 أهداف، منهم هدفين من صناعة محمد أبو تريكة، والتمكن من التعادل قبل أن يخسر في الدقائق الأخيرة ضد منتخب البرازيل. ثم استطاع الفوز على منتخب إيطاليا بهدف نظيف من صناعة الماجيك. وأيضا وشهد توقيع محمد حمص. وتعرض محمد أبو تريكة في نهاية عام 2009 إلى إصابة منعته من المشاركة في بطولة إفريقيا 2010 بأنغولا، والتي استطاع فيها المنتخب المصري أن يحرز البطولة للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه. وشارك بعدها في تصفيات إفريقيا 2012 و2013، والتي لم يستطع فيها المنتخب المصري التأهل إلى البطولة. وفي عام 2013 شارك محمد أبو تريكة في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي ظهر فيها بمستوى رائع، حيث أحرز فيها 3 أهداف جعلته يتربع على عرش هداف المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم برصيد 11 هدفا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.